فيديو جديد. المهم انا نجيب لكم فيديو هاد المكونات هادو، الطريقه كيفاش تحضروا لي كريب. هادو هما المكونات لي كريب، واحد الكريب اللي كيجي مزيون بزاف ورطيطب وساهل، يعني تنطق بسهوله. الكريب اللي واعر بزاف. هادو هما المقادير ديالو. المهم بالنسبه للمقادير عندنا 2 كيسان الحليب، هذا هو الحجم ديال الكاس، 2 كؤوس من الحليب هانتوما. عندنا 3 مغارف اللي هما مغارف كبارين بهذا الحجم هذا، ها هما 3 مغارف ديال السكر. عندنا فاني وخبيصه د الملح، فاني شاسيه 7 غرام. عندنا 2 مغارف كبارين د الزيت النباتيه عاديه. عندنا 2 بيضات يعني حجم كبير، اذا كانوا صغارين نعملوا 3. بالنسبه للدقيق هانتوما الدقيق عندنا هادو كيمشيو بالعبار 600 غرام اللي هي 600 مليم. وعندنا نشوفوا هذا، وعندنا 250 غرام، يعني 250 غرام على 60 غرام. قول هنايا تقريبا غتكون عندنا في الغرام مثلا بجوج كيسان، نقولوا 2 كيسان د العنيبه ونص، 2 كيسان ونص د العنيبه اللي هما هادو 2 كيسان ونص. اللي عنده هادو يعبر بهادو د العبار احسن. المهم د العبار كاينه 600 غرام وكاينه 250 غرام، يعني هادو بجوجهم غنعمل بهم الكريب. واللي ما عندوش د العبار من 2 كيسان ونص دقيق، يعني الدقيق اللي هو الدقيق يعني الطحين الرطب هانتوما، هو الدقيق الابيض يعني اللي كيكون فيه الكيكات وكيكون به الكريب وهادشي دا، هو هاد الدقيق هذا اللي رطب ماشي الدقيق الحرش. المهم نبداو بالنسبه للمقادير. انا قلت لكم دابا غنبداو نخلطوا. اذا بغيتو تخلطوا بالطراب الكهربائي باليد عادي، الطراب الكهربائي، ولا ما عندكمش طراب كهربائي بالضوء غتعدلوا مونينكس، يعني مونينكس هو كيصدق عادي. ما عندكمش طربوا بالطراب عادي د اليد، ما عندكم شي مره بمتك يعني بفرشيطه عادي، المهم كيطرب كيجي عادي. يلا نبداو بالطريقه التعديل ديالو كيفاش عامله. نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. المهم نبداو اول حاجه نعملوا الحليب، نعملوا بيضات، نعملوا الزيت، دابا نطربوهم مزيان.
ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي، يعني كيجي واعر وكتجي كميه لا باس بها. ها نتوما شوفوا كيجي مزيون بزاف صراحه، واعر. ها نتوما شوفوا كيجي مزيون الصراحه. المهم بالنسبه لطريقه التزيين كل واحد كيزينو بطريقته. انا غنزينو وانا جايه معكم. اللي بغى يزينو بنوطيلا وبنان، اللي بغى العسل. ومهم على حسب بالنسبه لهذاك التزيين على حسب كل واحد واش بغى يزينو صافي. المهم بالنسبه للتزيين انا غنزينو بالعسل والبنان. هذا الطبسيل كيتحرك. المهم هذا لوجه اللي كيجي مزيان في الطويصل، يعني بغيتو تعدلوه من يجي الضياف. بالنسبه لهذه العسل هانتوما على هذا الشكل هذا. بغيتو نوطيلا هو من الاحسن كيجيب نوطيلا، لكن انا عندي العسل د الزعتر هي اللي عملت. هانتوما على هذا الشكل هذا. هانتوما كتقسموه على هذا الشكل هذا. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي على هذا الشكل هذا. كتكملوهم كاملين وكيتقدم بالصحه والراحه. هانتوما هذه هما، هذا هو الكريب ديالنا. وبالنسبه للتقديم كيبقى اختياري، كيف ما بغيتو قدموه على طريقتكم قدموه. وهذا ها هو جي باقي لي، باقا ما عملتلو والو. المهم كتجي كميه تكفيكم، يعني شحال ما كنتو في الدار كميه كتجي واعره. المهم نتمنى الفيديو هذا النهار هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تعملوا لايك وسبسكرايب باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد. وكنشكركم بزاف ومع السلامه. المهم ما تنساوش الزين كيبقى اختياري، وافضل شي نوطيلا. اللي كتعجبو نوطيلا زين بنوطيلا.